هذه ديالي هي اللي بقيت عاقل عليها. فأنا باغي نقول لكم الإخوان الكرام أن الإخوان ديالكم في المستوى المطلوب ويقومون بمجهود حقيقي، ويعني سياسيا نمشيو للخاتمة هاد الساعة اللي تيبان يعني متقابلين قوتين، تجمع الوطني الأحرار ومعه أعضاء الحكومة. نسيت ما نذكر وهبي، لابد لا يمكن الاستخفاف بالخصوم، فهمتيني ولا لا؟ ماشي الأصل والمعاصرة، الأصل والمعاصرة يعني عصرت في الحقيقة، ما بقاتش هي الأصل والمعاصرة ديال النهار الأول، الحمد لله، لأننا واجهناها بكل قوة، وواجهناها بكل شجاعة، وواجهناها بكل يعني اندفاع، ولم نبالي بها ولا بقوتها ولا بما كانت تدعيه ولا بما كان يدعى لها ولا بما أخاف الأحزاب الأخرى منها. احنا ما خفناش منها في الوقت اللي كان فيها يعني فؤاد علي الهمة وإلياس العماري وهذاك اللي من أسفي سميتو الوديع وغيرهم، فهمتيني ولا؟ احنا واجهناها والنتيجه ديال ذاك المواجهه، حيت دابا خصكم ما تنساوش هذا الشيء، لان دابا السياسه ديال السياسه في العالم كله مبنيه على جوج حوايج: الغموض والنسيان. كتسمع السياسه الا ما لقيتيش شي واحد بحال الاخوان ديالنا يشرح لك ذاك الشيء، ما عمرك غتفهم شنو هو تضارب المصالح، شنو هو هذه. والنسيان كيبنيو على انه ذاك الشيء اللي قالوا لك اليوم غدا الصباح غادي تنساه، بعد غدا غادي تنساه. ما تنساوش المعركه اللي دوزنا مع الأصالة والمعاصرة من 2008 ومن قبل. واحد النهار قال لي السي بوانو، دابا جابوا الله قدامي باش نستشهد به حصل 2008 ولا 2009، قال لي السي عبد الإله nous sommes au bord de l'asphyxie، نحن قريبون من الاختناق. وانا ديك الساعات كنكرر واحد الكلمه وحده حتى هي يشهدوا عليها، هذه كلهم يشهدوا عليها بجوج، تنقول لهم بيا ولا بهم. والحمد لله بهم، وما النصر الا من عند الله. ما كاينش الاخوان، ما تبقاوش. وعندكم يسحب لكم اللي كنت كنتواجه معاهم في 2008 حتى من قبل هذا الشيء، المعركه معاهم بدات من 2002 ملي جاو الانتخابات ديال 2002 وظهرت هذيك النتائج ديال الناس استهدفونا، شكون موراهم الى اخره. ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، فهمتيني ولا لا؟ المهم الحزب نشأ واستهدفنا، فهمتيني ولا لا؟ انشأه من انشأه واستهدفنا في مختلف. وكتعقلوا ملي كانوا كيقولوا يعني لكل الديمقراطيين، بمعنى انهم غيجمعوا المغاربه كلهم ضدنا. الحقيقه هي هذا الشيء، بمعنى اخر السياسيين كلهم غادي يكونوا ضدنا. وحنا الحمد لله ما استسلمناش، وقفنا وواجهناهم، وبقاو تكسر الرئيس ديالهم من الاول الى عاقلين عليه، فهمتيني ولا؟ تلاقيته مسكين في واحد الملتقى ونسيت السميه ديالو وبقى فيه الحال. عرفتو راجل طيب ماشي مشكل. والرئيس ديالهم الثاني والرئيس ديالهم الثالث، دابا هذا الرابع، دابا هذا الخامس ياك؟ هذا الخامس. هادو الخامس، هادو راه هما ثلاثه. هادو ثلاثه فهمتي ولا؟ داك الشيء اللي قضاه واحد يقضيه ثلاثه، وداك الشيء. وهذا الأصالة والمعاصرة راه كان تهديد للحياة السياسية المغربية كلها.